دكاترة سنة تانية إعدادي الجامدين، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم مستر مينا عماد، والنهارده جايين نص شريط سوا بتاع المنهج اللي لسه نازل طازه. قلت بقى بما اني مش هلحق اصور لك المنهج كله، فانزل لك حتى الدرس الاول هديه مني ليك، واقول لك اقعد ذاكر معايا ونتعرف على المنهج، وبالمره اقول لك ايه المهم عندي في المنهج وبيتكلم على ايه، ونحكي ونتحاكى، لان انا عارف ان المنهج جديد وانتوا دفعه يعني ما تتوصوش من رابعه ابتدائي، انتوا واخدين الشعار بتاع التجديد ومكملين، وصدقوني انتوا خامه مختلفه وطالعين عضمكم ناشف، لان انتوا فعلا بتدرسوا مناهج ما فيهاش اي حاجه اسمها درس عبيط كده ويعدي، لا بتاخدوا ماده علميه محترمه. وما تزعلش من حاجه زي كده، يعني ما تتضايقش ابدا ان انت بتاخد مواد علميه وتقعد الناس تقعد تقول لك ايه ده، دي نازله لك مش عارف من ثالثه اعدادي، دي كنا بناخدها في اولى ثانوي. ده معناه ان انت تستحق المعلومه دي. تقول لي بس دي صعبه، هو انت عايز تقارن نفسك بحد اكبر منك ب 20 30 سنه؟ انت اتولدت عارف تمسك الموبايل وتقعد على الكمبيوتر، وخامه مخك بقت مختلف، استيعابك للماده العلميه انت مختلف عن الاجيال اللي قبليها، فانت تستحق ان انت تدرس منهج بماده علميه على قد مخك. صدقني انتوا مخكم احسن كتير، واستيعابكم للحاجات اللي حواليكم احسن كتير، وده اللي خلى المنهج يتغير. بص بقى كنظره عامه في المنهج كله، المنهج مش صعب، ولو قلت لك صعب فانا بضحك عليك، ولو قلت لك تافه فانا برضو بضحك عليك. لا، المنهج محطوط بشكل كويس جدا. يعني ايه بشكل كويس جدا؟ يعني هتلاقي في درس مثلا زي درس النهارده، صدقني معلوماته حلوه قوي ومعلوماته مش بعيده عنك، وحتى لو ما انت تشرح لك الحاجه هتلاقي نفسك استيعابك ليها حلو، لان مش بيشرح لك حاجه بعيده قوي عن تفكيرك. هيشرح لك مثلا انت لما تحط دي من عندي المثل ده يعني، بس حاجه زيها، لما تحط باكت الشاي في الميه، فتلاقي كده الميه اللون عمال يتحرك ويتوزع ومش عارف ايه، هيقعد يكلمك على حاجه اسمها الضغط. انا هشرحها لك بطريقه غريبه شويه. عارفين الكوريك بتاع العربيه؟ على ما نيجي نشرحه يعني فكر فيها، هشرح لك بطريقه مختلفه بس امثله حياتيه. الدرس الاول امثله حياتيه جدا حواليك. والمنهج بتاعنا في كام درس زي ما كنت في اولى اعدادي كان عندك كام درس دمهم كان تقيل على قلبك، انا عارف، بس كانوا عصب المنهج. برضو المنهج ده هتلاقي في دروس حلوه قوي وماشيه بسلاسه جدا جدا جدا، ومعلوماتها فيهاش اي مشكله. في دروس اوعى تستهين بيها، لان هي بتاخد ماده علميه بتكمل معاك. يعني ايه مثلا؟ اديني اكزامبل يا مستر. يعني بص يا صديقي، لما جينا مثلا السنه اللي فاتت اتكلمنا عن السبيد ان هي بتساوي ديستانس على التايم، انت فاكر مثلا دي خلصت كده؟ لا، دي معلومه هتفضل مكمله معاك، ان في حاجه اسمها ميجرنج يونت وبتتقاس ازاي، والسرعه ازاي، والفرق بين الديستانس والديسبيسمنت. دي معلومه ما ينفعش ان انا اخدها وارميها. لما جينا درسنا مثلا حاجه زي في الكيمياء الكترونيك كونفيجريشن، وازاي بنوزع مثلا ال 11 تو 81 وال 14 تو 84، والفرق بين الميتال والنون ميتال، انت فاكرك ان دي كده انتهت وخلاص؟ لا، دي معلومات مالها بتكمل. ففي دروس هنا هتكمل معاك. تقول لي وانتوا عرفتوا ازاي وانتوا عارفين المناهج؟ لا مش كده. افتكر كده مثلا في اولى اعدادي هتلاقي دايما نقول لك ايه، خد بالك يا بابا الالكترونيك كونفيجريشن مش حدوته وانتهت، دي اصل الكيمياء اساسها. فاحنا عارفين ان في ماده علميه انت بتدرسها اساسيه، ودي مهمه قوي تكمل بيها. المنهج بتاعنا عامل ازاي؟ بص يا سيدي، المنهج انا عارف ان انت قبل ما تبدا اي حاجه دايما بتشوفها صعبه. افتكر نفسك قبل ما تخش سنه اولى اعدادي، قبل ما نخش سنه اولى اعدادي كان في خوف وكان في قلق وكان في رعب. وبعدين لما دخلنا اولى اعدادي انا فاكر كويس قوي وانا بشرح، كانت الدكاتره اللي معايا كانت تيجي تقول لي يا مستر دي خدناها واحنا صغيرين في ابتدائي. ايه ده يا ابني انت خدت دي قبل كده؟ يا مستر احنا هنزود عليها بس الحته دي، لكن هي احنا اتبنينا عليها. طب الكيمياء لا ما سمعناش عنها خالص. خلاص يبقى احنا فاهمين واحنا داخلين اولى اعدادي الترم الاول ان الحته دي ما سمعناش عنها قبل كده في ابتدائي، فدي اكتر حته هناخد بالنا منها. لما جينا عند الفيزيكس وكلمنا على السبيد والديستانس والتايم والكلام ده كله، دي قلتوا اول مره تسمعوها، فخدنا بالنا قوي منها لان دي كانت اول مره نسمعها. فاحنا شغالين في المنهج ده في معلومات مبنيه على حاجه خدتها قبل كده سواء في ابتدائي او في اولى اعدادي، وفي معلومات جديده عليك. انا طالب منك المعلومات الجديده عليك دي ما ينفعش تذاكرها بنفس مجهودك للمعلومات اللي انت مبنيه عليها قبل كده. دي معلومات اول مره نسمعها، يبقى هنعمل ستريس في المذاكره عليها. الموضوع مش صعب، انا جاي اطمنك وجاي اقول لك ان فعلا صدقني الموضوع مش صعب. انا قاعد بذاكر من ساعه ما المنهج نزل، قعدت اتفرج كده على المنهج كله وبجهز الدنيا وبجهز الشغل بتاعنا وبتاع. المنهج عجبني كمدرس، عجبني، ما فيهوش حاجه تخوفك، لكن اللي عايز اقول لك دي بقى خد بالك منها، دي حاجه ليك انت. ما فيش اسبوع دلع، يعني مفيش حاجه اسمها الدرس ده عبيط فانا هاجله. بص، التعليم اصبح
حلو وعاجبني انا كمدرس بسبب الموضوع ده. يعني حضرتك انت بتخش معسكر مغلق من يوم ما تبدا دراسه لحد ما تاخد الاجازه. حته ان انت تيجي في النص تقول هاخد لي اسبوع راحه، هتلاقي نفسك اتكعبلت، لان مثلا اليونت دي يا بابا 4 دروس، اليونت دي 3 دروس مبنيين على بعض. فاوعى تكسل في حاجه فتلاقي نفسك عامل زي الضمنه لما بنيجي نوقع واحده، او العقد لما يجي يتقطع فتلاقي الحبات بتاعته فرطت. الموضوع مش صعب، لكن محتاج منك شويه نظام. رقم 3 يبقى الموضوع مش صعب، دي من عندي ليك. رقم 2 دي بتاعتك انت، محتاج منك شويه نظام في المذاكره. رقم 3 دي بتاعتك انت، ودي مهمه جدا 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 جدا، تكون امين مع نفسك في الوقت. طالب تاني اعدادي الجميل، قلتها لك قبل كده وانت في اولى اعدادي، ولو ما تعرفناش على بعض في اولى اعدادي فجاي اقول لك نظام المذاكره يا صديقي بيكون مش بالوقت. اوعى تقول لهم انا داخل الاوضه ومش خارج غير بعد ساعتين عشان اقعد اذاكر. انت عارف ان انت كذاب، وانا عارف ان انت كذاب، وكلنا عارفين ان انت كذاب. لكن انت المفروض تعمل ايه؟ تقول انا مش خارج غير لما اخلص الحاجه دي، وهخلصها في اقل وقت ممكن. ما انت برضه ما تقوليش مش خارج غير لما اخلص الحاجه دي فانا مش خارج بقى، لا النعمه ما انا خارج. لا، انا هقعد اذاكر لحد ما اخلصها ان شاء الله في اقل وقت ممكن، علشان يبقى عندي وقت لحاجه تانية. تعال نتعرف. يعني انا عارف ان كلامي ممكن يتاخد بالناحيتين، واحد يبقى اطمن، واحد تاني انا قلقت منك اكتر يا مستر. تعالى نجرب نبص مع بعض الدنيا هتمشي ازاي. النهارده هنشرح ليسون 1 كله، ما فيهوش اي مشكله خالص، ومعلوماته حلوه جدا. واللي عاجبني جدا فيها ان معلومات موجوده حوالينا في الحياه، يعني ما فيهاش معلومه جايه غريبه عن عينيك. تعال نجرب كده مع بعض نتفرج. يونت 1 بتحكي عن حاجه اسمها ماتر اند انرجي، لكن لما نيجي نتكلم على ليسون 1 بنتكلم عن حاجه اسمها ستيت اوف ماتر. يعني ايه ستيت اوف ماتر؟ صدقني يا صديقي المعلومه دي واخدها من وانت صغير. ايه الستيت اوف ماتر؟ حالات الماتر. مستر انا على الابيض، انا من شهر 5 ما ذاكرتش. حقك. ايوه، ما هو حقي ايه؟ ما انا نسيت يعني ايه ماتر. جدع، حلو ان انت بتفضفض معايا. ماتر يا صديقي هو anything that has mass and volume. يا مستر انا اصلا مش عارف يعني ايه ماس ويعني ايه فوليوم، ودي تبقى فضيحه وبريحه بس من عندي. تعالى نتكلم فيها كمان دقيقتين. الجزء اللي بعده لسن 2 ان شاء الله change in the physical state of matter. يعني ايه physical state؟ الشكل الخارجي. الكيميكال state يعني الكيميكال رياكشن، التفاعلات الكيميائيه. physical يعني نتكلم على شويه حاجات زي الكالر، زي التيست، زي السميل، زي حاجات كتيره قوي قوي. طيب عندنا حاجه اسمها الانترنال اند تمبريتشر، انترنال انرجي والتمبريتشر. حاجه اسمها انترنال يعني داخلي، طاقه داخليه، والتمبريتشر درجه الحراره. خد بالك التمبريتشر دي درجه الحراره، لا هي سخن ولا هي ساقع. وعندنا هيت ترانسفير ميثود، وده درس جميل جدا، وعايز اقول لك ان ده كان بيتشرح في منهج اولى اعدادي القديم اللي اتلغى. درس حلو قوي، يعني عايز اقول لك الهيت ميثود اوف ترانسفير ده درس حلو قوي قوي قوي. يعني ده درس في اللذيذ منه جدا جدا جدا، كانه بينهي اليونت بدرس خفيف ما فيهوش اي مشكله. والليسون 1 على فكره النهارده بيبدا برضو المنهج بتاعك بيسحب رجليك كده بشويش. درس حلو قوي 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 وخفيف جدا جدا جدا. ليسون 2 تبقى تكبر تاخد، انا بشوف يعني ليسون 2 في ماده علميه جديده عليك، ليسون 3 في ماده علميه جديده عليك، ليسون 4 حلو قوي قوي قوي. طب تعالى نبدا نشوف هنتكلم على ايه. هنتكلم على يونت 1 ليسون 1 ستيت اوف ماتر. ما هي حالات الماتر؟ قال لك ستيت اوف ماتر اند ذير بروبرتيز. اي ماتر حوالينا بيكون غالبا في ستيت انت شايفه، لكن عايز اقول لك انه ليه اكتر من ستيت. يعني ايه ستيت انا شايفه؟ يعني انت شايف الميه هي ليكويد، لا الميه مش دايما ليكويد، ممكن تبقى سوليد، ممكن تبقى ليكويد، ممكن تبقى جاز. ازاي يا دكتور؟ انت عارف لان الميه لو حطيتها في الفريزر فهتتجمد. تتجمد يعني بدل ما هي هتبقى ليكويد او ليكويفايد هتبقى عامله كده تتكربس كده في بعضها فتبقى حاجه صلبه اللي هي الايس. ولو احنا حطيناها وغليناها فهتتبخر فهتبقى جاز عشان اسمها ووتر فيبر. اوكي، فانت مبدئيا ما عندكش مشكله في الثلاث كلمات دول، لان دول كلمتين حلوين خالص احنا متربيين عليهم من واحنا في ابتدائي، ان الستيت اوف ماتر يا اما سوليد يا اما ليكويد يا اما جاز. لكن اكيد مش بعد ما كبرت ووصلت الثانيه اعدادي جايين نقول لك ان الستيت اوف ماتر سوليد ليكويد وجاز ونسكت. لا، هنعرف شويه حاجات مهمه قوي. تعال نقرا مع بعض. قال لك classification of substance according to their physical state into 3 main states، يا اما سوليد يا اما ليكويد يا اما مين جاز. طيب مين هو الماتر؟ لان احنا اكيد نسينا. الماتر يا صديقي هو everything that has mass and occupy space. ممكن اشيل كلمه occupy space واحط كلمه volume، ولاني عارف انك اكيد نسيت كلمه mass وكلمه volume فقلت لك الماس هو constant quantity doesn't change from one place to another. او ممكن نشرحها بطريقه ثانيه ان الماس هو الاماونت اوف matter in an object، هو كميه الحاجه اللي جوه الاوبجكت. تعال نقولها بطريقه دمها خفيف. لو جيت اقول لك معايا بوكس كرتون قد كده ومعايا بوكس كرتون قد كده، فاسالك سؤال ذكي، معلش تاني كده تاني، معايا بوكس كرتون قد كده ومعايا بوكس كرتون قد كده، فاسالك سؤال ذكي، يا ترى يا دكتور مين في دول اتقل؟ برافو.
لو انت قلت لي السؤال اصلا غلط فانت هايل، لو انت جاوبت وقلت لي ده اتقل فالله ينور عليك، رحنا في داهيه. ازاي يا مستر ما انت بتقول بوكس قد كده؟ يا صديقي ده حجم البوكس وده حجم البوكس. انا قلت لك البوكس ده جواه ايه؟ انا قلت لك البوكس ده جواه ايه؟ لا، البوكس ده ممكن يكون حجمه كبير جدا بس فاضي، والبوكس ده ممكن يكون حجمه صغير بس جواه حديد، فاكيد وزنه هيبقى اتقل. يا صديقي المنظر بتاع ايدي لما عملت كده وعملت كده، انا هنا بتكلم على الفوليوم وسالتك على الاتقل، يعني سالتك على الماس، فلو انت جاوبت تبقى فضيحه وبريحه وعايزك تركز. امال احنا بنتكلم على ايه؟ الماس هو كميه الحاجه اللي جوه الماتر. لو انا بتكلم مثلا على بوكس كبير ما تجيش تقول لي هو ده هيبقى اتقل، لا قول لي جواه ايه. كلمه جواه ايه، المحتوى بتاعه ايه، ده كلمه ماس، الاماونت اوف ماتر ان ان اوبجكت. لكن الفوليوم هو السبيس اوكيوبايد باي ان اوبجكت. يعني ايه؟ هتاخد الحاجه اللي معاك دي هتاخد حجم قد ايه من الاوضه. انت والله جبت ترابيزه، الترابيزه دي تاخد حجم قد ايه من الاوضه. كلمه حجم قد ايه من الاوضه دي تندرج تحت كلمه فوليوم، وانا واثق انك افتكرت. تعال نشوف ايه اللي بعده. هنتكلم على ايه يا صديقي؟ نبدا بقى كلام حلو. قالك بص، البروبرتيز اوف ماتر vary depending on its physical state. يعني ايه الكلمه الجميله ديت؟ يعني بص، ما تجيش تقول لي ان صفات الايس هتبقى نفس صفات الميه وهي ليكويد ونفس صفات الميه وهي ووتر فيبر. ما تجيش تقول لي ان التلج زي الميه وهي سائل زي بخار الميه. ازاي يعني؟ مش كلها ميه؟ لا يا صديقي، التلج ده حاله صلبه. المولكيولز، يا لهوي يا مستر كلمه مولكيولز دي خدناها، ايوه خدناها الترم الاول وخدناها الترم الثاني. كلمه مولكيولز دي ما ينفعش تتنسي. طب انا نسيتها. المولكيولز هي الحاجه اللي بتكون المركب اللي معاك، مركب اللي هو كان كومباوند. فمثلا بنتكلم عن الميه، الميه بتتكون من ايه؟ تعال نفتكر. الميه يا صديقي يا جميل بتتكون من حاجه اسمها H2O. فاكر الاتش اللي كانت اسمها الهيدروجين، فاكر الاو اللي هي الاكسجين، فدي اسمها H2O. في حاله السوليد بنلاقي ال H2O ديت مثلا ماسكه في ال H2O ديت، ماسكه في ال H2O ديت، وهي سوليد فتلاقيهم ماسكين في بعض قوي. تقول لي وانتوا عرفتوا ازاي ان ماسكين في بعض قوي؟ يا واد التلجه قويه جدا، التلجه لو خبطت في راسك هتعورك. فالتلجه معنى ان هي قويه ان جزيئاتها ماسكه قوي في بعضها. وبعدين التلجة لما بتبتدي تكتسب حرارة، لما بنسيبها كده ويحصل لها هيتنج بتلاقيها ساحت. عارف يعني ايه ساحت؟ يعني المولكيولز اللي ماسكة في بعض قوي دي تبتدي تبعد شوية عن بعض، فما بقتش صلبة، بقت ليكويد. وبعدين تكتسب حرارة تاني، نسخنها اكتر، فتبتدي المولكيولز دي تبعد 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 لحد ما يسيبوا بعض ويصبح بخار مية. نقول تاني، المولكيولز بتاعت الميه وهي ايس لازقه في بعضها جامد جدا لان هي سوليد، والسوليد ده معناه ان هم ناشفين واقوياء، فما فيش اي مسافه ما بين اي واحد والتاني. جينا سخناها شويه، فلما نسخنه، عارف انت لما احنا بنبقى في الحر زي اليومين دول، فلو انا جيت اقول لك مثلا الديسك ده بيشيل 4 بني ادمين، خشوا يلا اقعدوا جنب بعض، فتلاقوا نفسكم هو بيشيل 4 بس انتوا مش طايقين بعض، جو حر مفيش تكييف ومفيش مروحه، تلاقي نفسك تقول لا انا هنقعد 2، طب هنقعد 3 عشان خاطر يا مستر خليهم 3. ليه يا ابني؟ يا مستر الجو حر جدا ده ملزقين. الحر يخلي المولكيولز تبعد عن بعض. لما الحاجه تكتسب حراره الحاجات بتبعد عن بعضها، لان المولكيولز تبقى عندها. هقول لك حاجه، انت لو انت في الشتاء وعايز تتدفى بتتحرك، ولما بتكتسب حراره كل ما حركتك زادت كل ما اكتسبت حراره. المولكيولز بتعمل كده. يعني ايه؟ اول ما تاخد حراره حركتها بتزيد. طب ما حركتها بتزيد ما عايز تتحرك، طب ما جنبها مولكيول هنا وجنبها مولكيول هنا، يقعدوا يخبطوا في بعض فيبعدوا عن بعض. فيا صاحبي السوليد المولكيولز مالها ماسكه في بعضها، لكن لما تكتسب حراره ده حر. يعني ايه؟ المولكيولز عايز تتحرك، فتبتدي المولكيولز دي ترفص كده تبعد عن بعضها، وبعدين لما تكتسب حراره تاني لا تترفص قوي بقى وتسيب خالص عن بعضها. تعالى بقى نعكس. لو انا في الشتاء والديسك ده بيشيل 4، قلت لكم اقعدوا انتوا ال4، تقول يا مستر ممكن نقعد 6. 6 ايه يا ابني؟ يا مستر المكان هيشيل، تعالى اقعد جنبي، تعالى اقعد جنبي. تلاقي نفسكم قاعدين ملزقين. ليه؟ جو شتاء والدنيا برد، فلما هنقعد جنب بعض احنا بقى هندفي بعض. عارف وانتوا لازقين في بعض مفيش مسافه بينكم، انتوا بقيتوا كتله واحده، انتوا بقيتوا حاجه صلبه جدا. فهنا السوليد بيكونوا لازقين قوي في بعض، المولكيولز وبعضها السبيسز تايني خالص. لكن لما اكلمك على الليكويد بتبقى السبيسز اكبر سنه. ما اكلمك على الجاز ده بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. تعالى نشوف ايه اللي بعده. اللي بعده بيقول لك يا صديقي ايه الفرق ما بين البارتكلز في السوليد والبارتكلز في الليكويد والبارتكلز في الجاز. لو انت فهمت الامثله اللي انا قلتها لك من شويه فانت دلوقتي حالا هتقدر تستنتج الكلام ده، ومش هتلاقيه صعب خالص، وما تحاولش تسرعني وتعملني 2 اكس لان انا اوريدي هبقى براب. ركز معايا.
عندي حاجه اسمها الابيليتي تو فلو. يعني ايه بقى الابيليتي تو فلو؟ لو انا معايا حاجه سوليد، هل عندها القدره انها تتحرك لوحدها؟ يعني تمشي كده لوحدها؟ لا. حطيت الكرسي هيفضل كرسي. حطيت معاك تقاله حديد كده عند الراجل بتاع الفاكهه اللي بيوزن بيها كيلو هنا وكيلو هنا، حطيتها كده تفضل كيلو. سبتها مش هتمشي هي لوحدها. عكس الليكويد ده، الليكويد ده ميه مثلا يقول لك ايه دي ميه من تحت تبن، التبن ده اللي هو اكل البهايم، فالميه دي ممكن تعدي تقعد كده الميه تعدي. الميه عندها الابيليتي تو فلو، الميه عندها الابيليتي تو فلو. الجهاز قال لك ده عنده الابيليتي تو فلو فيري فاست. طب معلش يا مستر هو ايه الفرق بين دي وايه الفرق بين دي؟ خلاص انا فهمت ان السوليد مش هيتحرك، انا ماشي معايا حاجه سوليد سبتها فضلت سوليد. لكن الليكويد ان هو يتحرك انا مصدقك، لو معايا ميه كده ودلقتها تقعد الميه ايه تمشي. حلو جدا. لو الحمام بتاع بيتكم مظبوط كده بزاويه ميل ناحيه البلاعه، حطيت انت استحميت الميه هنا هتلاقيها راحت ناحيه مين؟ البلاعه. لو ما يعني دي ما فيهاش مشكله. لكن الميه تقدر تتحرك، تقدر تتحرك في الازازه. لو مسكت الازازه عملت كده هتلاقي الميه عماله ايه تتحرك معاك، عندها الفلو، عندها ان هي تقدر تمشي. نهر النيل في كلمه الفلو، ما بنلاقيش بقى الكره الارضيه بتمشي ورا نهر النيل، لا نهر النيل عنده الابيليتي، يعني دي ميه فعندها الابيليتي تو فلو. الجاز غريب قوي. تقول لي طب انتوا شفتوه؟ هو طبعا ليها اساليبها اللي نقدر نشوفها بيها، بس انا ممكن اخليك تقتنع بيها. لو انت في قريب كده عيد ميلاد وما جايبين او اي مناسبه ونفختوا بالونه كويس جدا جدا جدا، وبعد شويه رحتوا عاقدينها وجبتوا خيط ورحتوا عاقدينه ورحتوا جايبين بلاستر ورحتوا قافلينه، والبالونه بقت ما كويسه جدا جدا وقافلين المكان اللي ممكن يخرج هواء بشكل رائع رائع رائع، وسبت البالونه دي يومين ثلاثه، بعد يومين ثلاثه تلاقي البالونه الله يعرفك تمام. ايه اللي حصل؟ تلاقي البالونه قلت في الحجم. يعني ايه قلت في الحجم؟ يعني الجاز عرف يتسرسب كده ويهرب. فالجاز واخد بالك لما نيجي نقارن دي ونقارن دي، الجاز المولكيولز بتاعته بعيده عن بعضها، الفورسز ما بينهم شبه مش موجوده، فيقدروا يتحركوا بسهوله. الليكويد لا، بيبقوا يعني بيتحركوا بس ببطء شويه. لكن السوليد doesn't mean flow. الشيب مش هنسيب حاجه، مش هتسيب جنيه معدن معاك هتيجي تاني يوم تلاقيه بقى شكله مستطيل، لا هو يفضل دايره، حاجه هتفضل زي ما هي، هذا فيكسد شيب. لكن الليكويد لا، بيغير الشكل بتاعه. تقول لي ازاي يعني الليكويد بياخد شكل الكونتينر. يعني ايه؟ يعني انا معايا كوبايه ميه، فالميه اللي جوه واخده شكل مين؟ شكل الكوبايه. جيت الميه دي حطيتها في حله اخدت شكل الحله، جيت بعدها حطيتها في ازازه خدت شكل الازازه. فيقدر كل شويه شكل. تقول لي تمام، طب ما الحديد ده مستر يقدر ياخد شكل؟ لا، الحديد عشان ياخد شكل حاجه هتعمل له عمليه ميلتنج، دي قصه ثانيه. بنتكلم في الطبيعي، بنتكلم في النورمال ستيت بتاعتي. نورمال ستيت يعني في الحاله الطبيعيه. في الحاله الطبيعيه يا صديقي، هل عمرك سبت حاجه معدن ثاني يوم لقيتها واخده شكل ثاني؟ لا. لكن الميه في الحاله الطبيعيه حطيتها هنا حطيتها هنا تاخد شكل مختلف. جبت كوين حطيته في حله مش هياخد شكل الحله، حطيته في جيبك مش هياخد شكل جيبك. لكن الميه لا، بتاخد شكل حاجه. الجاز نفس الكلام، بيغير من شكله. يعني ايه؟ حطيته حضرتك دلوقتي معاك بالونه حلوه جدا، المثل بتاعها ده، دي بالونه واخده شكل البالونه صح؟ حضرتك عملت كده في البالونه، خدت وراحت ودت معاك ولا لا؟ عملت قعدت تلعب في البالونه وتفعص فيها ومش عارف ايه وكده، وتبقى عامل نفسك هتفرقعها وكده، مش هي عمال يروح ويجي معاك؟ يبقى اذا هو كمان بيغير من شكله. يبقى take the shape of the container، ده doesn't take the shape of the container. الليكويد take the shape of the container، لكن حجمه زي ما هو، لتر الميه يفضل لتر ميه بس بيغير من شكله. الجاز change their shape according to the container. هنا iron wood ice، هنا oil juice water steam بخار الميه، والووتر الستيم بشكل عام بخار تمام، والووتر فيبر. طيب شوف اللي بعده، عندي حاجه اسمها الفلو ابيليتي. يعني ايه الفلو ابيليتي؟ هي الابيليتي اوف سبستنس تو فلو. شفت التعريف في الهبل منه، تعريف هديه بيقول لك فلو ابيليتي، يبقى ايه؟ it is the ability to flow. واخد بالك في الكلام؟ ما تصعبش على نفسك الكلام بامانه، الدرس الاول ده عسل قوي. it is the ability of the substance to flow. اعتقد لحد دلوقتي انا ما قلتش كلمه جديده عليك تمام. الفلويد، يعني ايه كلمه فلويدز؟ فلويدز يا شباب the matters that have the ability to flow and take the shape of the container. بعرف يعني ايه كلمه فلويدز. فلويدز يا شباب بنقيمها ازاي؟ ان الحاجه اللي معايا دي رقم واحد يكون عندها الابيليتي تو فلو، ان هي تقدر يحصل لها فلو كده، يعني تقدر تتحرك وتيك ذا شيب اوف ذا كونتينر. ولو حطيتها في كونتينر تاخد شكل كمان مين؟ الكونتينر. يبقى انا هنا عندي شرطين اساسيين. طيب نوت liquids والgases are grouped together as fluids. الميه والغاز بيجتمعوا سويا ويعرفوا بتعريف الفلويدز، يعني هم يعتبروا فلويدز because they possess the property of flowability and can change their shape to match that of the container they occupy. يعني الكلام اللي بالانجليزي الحلو ده،
قال لك ليه بنعتبر الميه او الليكويد بشكل عام والجاز يعتبروا هما الاثنين فلويدز؟ فاكر في الجدول اللي قلته من شويه ان هما الاثنين عندهم الابيليتي تو تيك ذا شيب اوف ذا كونتينر، بيقدروا يتشكلوا. في التعريف اللي فوق قال لك ازاي نعرف الفلويدز. رقم واحد انه يقدر تو فلو، رقم اثنين انه يقدر ياخد شكل الكونتينر. السوليد ما بياخدش شكل الكونتينر، لكن الليكويد والجاز بياخد شكل الكونتينر، فعشان كده هما الاثنين قلنا عليهم ان هما الاثنين فلويدز. The flowability of liquid can vary depending on their viscosity. الكلمه دي خدناها في اولى اعدادي. كلمة viscosity يا صديقي يا جميل معناها اللزوجة. عارف يعني ايه كلمة لزوجة؟ عيل لزج. يعني ايه كلمة لزوجة؟ اللزوجة يا صديقي يا جميل تعرف بأكتر من مثل. رقم واحد ممكن اقول لك مثلا بص على برطمان العسل الابيض وحاول كده اتحرك، طبعا لو طالع من الثلاجة بالاخص، خلاص لو طالع من الثلاجة مش من الفريزر، حط كده ازازة ميه في الثلاجة عادي، حط عسل في الثلاجة عادي، عسل ابيض، طلعهم هما الاثنين من الثلاجة. لو عملت كده المية فلو بيجري جري، صح؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، هل لزج؟ الميه اصلا لزجه. لو حطيت ميه في ايدك بتبقى لزجه. يعني ايه لزجه؟ هتفهم حالا. العسل بقى الفلو بتاعه بطيء جدا، ولو خدت حته نقطه كده من العسل الابيض في ايدك فهتلاقي كميه لزوجه موضوع. ده اكزامبل حلو خالص. في اكزامبل حلو جدا حاجه اسمها الشحم، وانت عارف الكلام ده من اولى اعدادي. ايه هو اللوبريكانت يا دكتور؟ الاويلنج. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا لازم نغير الزيت بتاع العربيه كل فتره، كل جيركن مكتوب عليه عدد كيلوهات معين، فيجي يقول لك في الكيلو الفلاني هنغير الزيت. ليه يا صاحبي؟ عشان اللزوجه بتاعته قل. الباب بتاع الشقه معروف انه دايما بيعمل صوت في الدخله والخارج. طب نعمل ايه؟ نيجي عند المفصلات بتاعته ونعمل حاجه اسمها بنزيته، فلما نحط زيت او شحم فيبتدي الفريكشن تيل. هنا الحدوته دي اسمها اللزوجه. اللزوجه يعني الحاجه تبقى لزجه، عامله زي الشحم، زي الزيت، زي لما تيجي نقارن الميه باي حاجه ثانيه. حلو جدا جدا جدا. فوليوم compressibility. يعني كلمه compress جايه من compression جايه من كلمه بريشر يعني ضغط. كومبريس يعني انت تضغط الحاجه. يعني ايه يا دكتور؟ بص الصوره الهايله دي. compressibility is the ability of something to decrease in volume when pressure is applied. يعني ايه؟ يعني حضرتك راجل جميل واقف كده واخد مكانك زي الفل، وبعدين اجي اقول لك ايه؟ اقعد على الارض. تقول لي مش قاعد، اروح ضاغط على كتافك، فلما ضغطت على كتافك حجمك قل، بدل ما حضرتك كنت واخد كل ده بقيت واخد الحجم ده. فاهم حاجه؟ طب مش بس كده، عارف الاسفنجه بتاعت المطبخ دي، هي لو شربت شويه ميه تنفش كده، بعدها حضرتك تروح ضاغطها فيبقى حجمها ايه؟ قل. كلمه كومبريس هي الابيليتي بتاعت ان الحاجه تقلل من حجمها لما تتضغط. فانت تيجي تبص كده الحاجه دي نافشه قوي، طب انت مارست عليها اي ضغط حجمها قل، يبقى دي اسمها compressibility. يعني ايه compressibility؟ هي الability to be compressed، هي القدره على ان هي تضغط. الحاجه دي والله عامله ازاي؟ تمام اتضغط. المخده الجميله بتاعتنا الفايبر دي حلوه قوي، واخده حجم قد كده، حضرتك حطيت راسك عليها حجم اتضغطت. فكلمه compressibility ان الحاجه مالها تضغط. اتمنى معناها بالامثله دي يكون ظبط، لكن مش ده اللي هنتكلم عليه، بس معناها تكون ظبطته في دماغك. كلمه compressibility هي القدره ان الحاجه يحصل لها to be compressed، يعني تغير من حجمها يقل لما تضغط. تعال نفهم الكلام ده مع بعض. بص كده، هنا في مكبس وهنا في ليكويد ماء او سوليد او حاجه هنتكلم كمان شويه بالتفصيل، فلما نيجي نضغط فتلاقي حجمها ماله قل، يبقى دي اسمها عندها القدره ان هي تضغط. ايه ده؟ هي مش كل حاجه يا مستر نضغطها حجمها يقل؟ ما هو عشان كده قلت لك استنى. ايه يعني هنستنى نقول ايه؟ تعالى لما اقول لك هنقول ايه. بص يا صديقي، هنجيب سرنجه بتاعت الحقنه ديت، تمام؟ مركزين جدا بقى في الاكزامبل ده، اكزامبل هايل بجد. يعني قال لك ايه بقى؟ to compare the compressibility والفوليوم behavior ما بين السوليد وما بين الليكويد وما بين الجاز. هنشوف الفرق ما بين السوليد والليكويد والجاز في عمليه الضغط. فهنجيب ايه بقى؟ 3 identical string. هنجيب ثلاث سرنجات زي بعض. السرنجه الاولى هنحط فيها رمله، السرنجه الثانيه هنحط فيها ميه، السرنجه الثالثه هنحط فيها هواء. خد بالك ان الثلاث سرنجات يا صديقي بيكونوا في الاول مرفوعين لحد فوق. حاجه الثانيه يا صديقي ان احنا قافلين السرنجه من تحت، يعني الهواء مش هيتسرب، لا احنا قافلين السرنجه من تحت هنا وهنا وهنا. يبقى انا تاني سرنجه رافع البيستون بتاعها لحد فوق في الثلاثه، ما عنديش مشكله. السوليد وكل واحد منهم قافلين من تحت بستوبر عشان خاطر لما نضغط الحاجه ما تنزلش. انا عايز اشوف لما هي تضغط هيحصل ايه. تعال نركز كده حصل ايه. قال لك بص، press the piston on each string. observe ايه اللي هيحصل. فانا امسك السرنجه دي وادوس، وامسك السرنجه دي وادوس، وامسك السرنجه دي وادوس، واشوف ايه اللي بيحصل. رقم واحد، في حاله الجاز اللي هو الراجل ده اللي هو الاير،
الاير كومبريسد ايزلي، سهل قوي ان انت تجيب سرنجه خلاص وتروح ضغط الهواء اللي فيها، هتلاقي السرنجه بتروح معاك. ده معناه ان الجازز بتقبل الضغط. فوليوم ديكريز وذ بريشر. وركز معايا تعالى نفهم ليه في الجاز بيحصل كده. فاكر اكزامبل البالونه يا صديقي يا جميل يا شاطر؟ البالونه انت لو عملت كده تقول لي يا مستر بس باظت من هنا، حجمها بيقل. سرنجه الازازه يا نهار ابيض لما بنقعد نفعص في الازازه كده ومش عارف ايه وبعدين تروح شايل الغطا فتفرقع. الكلام ده اسمه ان انت بتضغط الجاز، حجم الغاز بيقل، حجم وليس الكميه. خد بالك من الفرق ما بين الاثنين. وعارف ده ليه؟ لان يا صديقي الليكويد والسوليد والجاز احنا اتفقنا ان ما بين المولكيولز وبعضها في مسافه، فالجاز المسافه كبيره قوي، فانت لما بتضغطهم بيقربوا من بعض شويه ما عندهمش مشكله. الليكويد ووتر doesn't compress، الميه ما بتضغطش. فوليوم stay the same with the pressure. يبقى الميه الليكويد ماله يا دكتور؟ ما بيقبلش بعمليه الضغط، ما بيغيرش من حجمه. تضغطه ما يغيرش من عمليه الحجم. ممكن اشرح لك حاجه غريبه هنا شويه. تروح كده عند الراجل بتاع الكاوتش تلاقي عنده حاجه اسمها كوريك. الكوريك ده اللي بيرفع بيه العربيه. تقعد انت مع نفسك كده تفكر بتاع ده جواه ايه؟ يعملوا كده يروح شايل العربيه واحنا كمان جواها. عارف جواها ايه؟ جواها نوع من انواع الليكويد، فلما بنيجي نضغطه ما بيرضاش يتضغط، فيروح احنا ايه زقنا من هنا، يجري هو من هنا فما يلاقيش مكان، يروح رافع الدراع ده، تروح انت ايه دايس تاني فتضغط الليكويد تاني فيروح رايح رافع الدراع وهكذا. جواه في ليكويد بيقبلش ان انت بص هو يتضغط ماشي، ما عندوش مشكله ان هو يتضغط، بس لما بيتضغط ما بيغيرش من مين؟ من حجمه. تمام. يبقى الووتر doesn't compress. volume stays the same with pressure. يبقى الميه مش هتضغط. هي لما انت عايز تمارس على الضغط اضغط يا باشا اضغط، بس هتفضل زي ما هي. يبقى ما اجي اقول لك اي حاجه تضغط، اي حاجه انت عايز تعمل عليها ضغط اعمل، بس مفيش نتيجه. ففي الميه مفيش نتيجه للضغط اضغط، بس مفيش نتيجه للضغط ده، فيحصل ايه بقى؟ يحصل ان هي حجمها يفضل زي ما هو. السوليد فاين ساند doesn't compress. الرمله مش هتضغط. الفوليوم ريمين برضو on a change. يبقى الميه مش هتضغط والفوليوم بتاعها هيفضل زي ما هو مع البريشر. طيب شوف مين اللي بعده يا صديقي. حلو قوي الحدوته ديت. خش على حاجه عامله زي كوبايه الشاي. تعال نحكي. بيقول لك the arrangement and spacing of particles between solid liquid وجاز and the effect how each state responds to pressure. والله يا باشا قال لك على حسب الفرق بين السوليد وبين الليكويد وبين الجاز بيختلف كل واحد في قابليته للضغط. طيب هنشوف الحته دي اسمها diffusion او diffusability. يعني ايه الكلمه ديت؟ خلينا الاول نشرح الصوره الجميله. بيقول لك ايه مثلا لو انت جبت سيبك الكلام ده، تعال اقول لك. هنجيب كوبايه ميه نظيفه خالص ورايقه وجميله وتجيب نقطه من اي لون ميه عندك. لو حطيت نقطه من اي لون ميه عندك، النقطه وهي نازله بتنزل مركزه جدا 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 جدا. وانس ان هي نزلت النقطه دي مركزه، بس بقيه الكوبايه لسه لون الميه اللي هو الشفاف. بعد شويه تلاقي اللون ده ابتدى يحصل له انتشار، يحصل له سبريد all over the water. يعني ايه؟ تبتدي تنتشر، فتلاقي اللون عمال يخف، درجه اللون عماله تقل. بيحصل لها حاجه اسمها ديفيوجن. يعني ايه ديفيوجن؟ جاي بيحصل لها انتشار، عماله تنتشر. طب النقطه دي كانت هاي كونسنتريشن اوف حبر ولا لو اوف كونسنتريشن اوف حبر؟ والله يا باشا دي النقطه دي انت ماليها حبر، الكوبايه ما كانش فيها حبر، فهنا كانت هاي كونسنتريشن اوف انك. لما اتثبت في الميه ابتدى الانك يتحول من النقطه الهاي كونسنتريتد اريا لللو كونسنتريتد اريا. فهنا الحدوته الصغنطوطه دي تفهمك كلمه اسمها diffusion, the process by which the particle move from the area of high concentration to the low concentration until they spreads out evenly. يريح منتشر في كل حته في الكوبايه. يعني ايه الكلام ده؟ لو جبت حوض سمك وحطيت فيه كريستاله ليها لون بس هي ممكن تدوب، فبعد شويه هلاقي الكريستاله دي حصل لها ايه؟ ابتدى اللون منها ينتشر شويه. بعد شويه هلاقي ان اللون انتشر في كل الكوبايه. اللي حصل ايه يا صديقي؟ الكريستاله كانت هاي كونسنتريشن من اللون والميه ما عندهاش خالص اللون ده، يعني نقدر نقول عليها لو كونسنتريشن. ابتدى اللون ينتشر، فابتدى يحصل ما بينهم ايه؟ ابتدى اللون ده بدل ما كان غامق قوي كل ما ينتشر كل ما الغمقان بتاعه يقل، يبقى فاتح سن. والميه بدل ما هي كانت كلير قوي لا ده هي كمان بتبقى لونها غامق، فيبتدوا هما الاثنين يحصل لهم ميكس كده ويطلع لي لون جديد. خلاص كده ما عنديش مشكله. يعني هو لو كان الموف غامق بقى الموف فاتح، ما هو ده لون جديد. انت كان عندك حاجه شفافه وكان عندك لون غامق، فجاه بقى عندك لون غامق
بقى فاتح، والميه اللي كانت شفافه بقت هي اللي ايه؟ الغامق. فهنا ده الفرق ما بين كلمه لو وكلمه مين؟ هاي كونسنتريشن. اوكي، اكتيفيتي مهمه جدا جدا جدا. عندنا حاجه اسمها بوتاسيوم بيرمنجانيت. بوتاسيوم بيرمنجانيت دي ماده في المعمل عندنا لونها كده مميز جدا جدا. بنجيب كوبايه ميه وبنحط فيها نقطه او حبايه، او هي ليكويد في الاول وفي منها بيبقى سوليد وبعدين بتدوبه، بوتاسيوم بيرمنجانيت. وانس ان انت حطيت بوتاسيوم بيرمنجانيت كريستالز، هي كريستالز، ساعات في المعامل ما تكونش كريستالز بيحطوها لك شويه كده كريستالات، بيحطوها كده في ازازه وبيدوبوها ويسيبوا لك ازازه كده فيها بوتاسيوم بيرمنجانيت. بتاخد منها نقطه في بيكر كله ميه نظيفه خالص وواضح قدام الطلبه بتاعتنا الجميله ان هي حاجه كلير. بعد شويه بتلاقيها ابتدت تدوب، بعد شويه اللون ابتدى ينتشر، بعد شويه تلاقي الكوبايه كونت اللون بتاع البوتاسيوم بيرمنجانيت حتى لو افتح شويه. يبقى اذا في هنا حاجه اسمها ديفيوجن ابيليتي او ديفيوزابيليتي، يعني ان هي يحصل لها انتشار بطريقه مهمه. هي ليه بتنتشر صحيح؟ لان الميه يا صديقي عندها، مش ركز معايا في الكلمه دي، عندها intermolecular space. يعني ايه الكلمه الجامده قوي دي؟ intermolecular space هي السبيسز اللي ما بين المولكيولز. يا سلام، يا حبيبي هي ده معناها، ده معناها بجد. يعني ايه يا مستر؟ مش احنا اتفقنا ان الميه بتتكون من مولكيولز موجوده؟ مش الميه يا صديقي دي ليكويد؟ يعني هم مش ماسكين قوي في بعض، يعني المولكيولز مش لازقين كده، لا هيكونوا كده. اذا ما بين كل مولكيول والثانيه في مسافه. فالبرمنجانيت اللي احنا حطيناه، البوتاسيوم برمنجانيت، بيلاقي فيه فراغات ما بين الميه، صح؟ يروح داخل وسطيهم فيعمل الموضوع ده. اذا نقدر نتكلم ديفيوجن في الليكويد، ديفيوجن او بوتاسيوم بيرمنجانيت اوف ووتر. ديفيوجن از مودريت، بيبقى متوسط. الديفيوجن ان سوليد، الاسفنجه يا صديقي بتبقى بطيئه جدا. تلاقي ماما لو حطت نقطه من اي مسحوق غسيل تلاقيها عماله تروح بالميه وتروح عامله كده في الاسفنجه مره واثنين وتروح حاطه لها شويه في الميه. ايه اللي بيحصل؟ لان عشان الصابونه تتغلغل جوه الاسفنجه، تتغلغل كلمه صعبه انا عارف، عشان تنتشر يحصل لها ديفيوجن جوه الاسفنجه بتبقى صعبه شويه، فنقعد نفعص فيها لحد ما تتغلغل جواها. دي مستر مين عماد مش عليك في المنهج. ديفيوجن ان جاز، البرومين فيبر ديفيوز انتو اير، ديفيوجن از فيري فاست. الغاز بسهوله جامده جدا ينتشر. اديني اكزامبل غير اللي عندك في المنهج، ركز معايا. انت رحت بابا جاب ازازه بارفان جديده هايله هتموت وتجربها، قلت بس بابا فين دلوقتي؟ بابا في الصالون. هوب رحت داخل اوضه النوم عنده قافش ازازه البارفان، بخ طخ طخ، ورحت سايبها جري وداخل اوضتك، لا حد شاف ولا حد دري. تلاقي بابا جاي جري جابك من قفاك وراح مشعلقك من رجليك. انت استخدمت الحاجه من غير ما تقول لي انت عرفت منين؟ اخويا هو اللي فتن عليا. لا يا صديقي، لان البرفيوم معمول جواه ماده الالكحول وبسهوله بتتطاير فبيقدر يحصل لها انتشار. زي كده لما بنيجي نجيب معطر الجو تضربه في كورنر واحد في الاوضه تلاقي الاوضه كلها بقت ريحتها كده. ليه؟ لان ده بيبقى جاز، والجاز عنده قدره على الانتشار كبيره. ليه؟ لان الجاز الانترموليكولار سبيس فيه كبيره قوي، الفراغات كبيره جدا، المسافات ما بين المولكيولز دي واسعه جدا، فبسهوله تقدر تتحرك. الكلام ده هايل، فيقدر ان الفاكتورز افكتنج للديفيوجن. ايه بقى الموضوع يفرق معايا؟ طبعا التمبريتشر. ليه؟ لما الحاجه درجه حرارتها تزيد السبيس بتزيد وسرعه الحركه تزيد. فاكر لما قلت لك انك لو اتحركت كتير تاخد حراره كتير؟ الاجزاء بقى اللي بنتكلم عليها في الكيمياء العكس، يعني لما تديها حراره هي حركتها تزيد. بص كده يا صديقي، higher temperature leads to faster diffusion. كل ما تزود الحراره كل ما الحاجه تنتشر اكتر. انا ممكن اقول لك مثل غريب جدا مش عندك في المنهج. هل السمنه بتدوب في الميه؟ قولا واحدا لا. والدليل على كده ان لما تروح عند تيتا، وتيتا محتفظه بالفولكلور المهم جدا لصحتنا اللي هو السمنه البلدي، ودي حاجه صحيه، فتلاقي تيتا عامله مثلا شويه باميه ويا سلام لو بايته وبنص ليمونه وسايباها في الثلاجه، فتلاقي كده لما تفتح الحله تبقى عايز تطمن هي تيتا عامله ايه هنتغدى بيه، فتلاقي في طبقه من السمنه على وش الباميه وراس حته لحمه كده طالعه وسط، عامله زي الهرم كده بتاع تايتانيك، حته كده وسط السمنه. تبقى انت مبسوط والله انت بقى ونصيبك. فتعمل ايه؟ تلاقي حاجه صلبه تمد ايدك تلاقيها اتكسرت. ايه ده؟ دي السمنه العايمه، علشان خاطر الثلاجه بتسقع فالمولكيولز بتتجمد فالسمنه ما بتدوبش في الميه فبتطلع لفوق. اوكي تيتا عايزين ناكل، كتر خيرك، حاضر. طبعا انت عن تيتا مش محتاج تقول لها عايزين تاكل، هي تتوصاش دايما بتكرم. تروح جايبه الحله وحطها على البوتاجاز، مجرد ما تيتا تفتح النار تلاقي ابتدى السمنه دي تدوب. هل عارف راحت فين؟ السمنه دي يا صديقي ما
ما بتخشش الميه، للاسف السمنه بتعوم دايما على وش الميه، بس لما الميه بتسخن المولكيولز بتاعت الميه بتبعد شويه عن بعضهم، فالسمنه بتروح مستخبيه لكن ما بتدوبش، بتستخبى في المولكيولز ديت فما بتشوفهاش لان السبيسز بتاعت الميه زادت شويه، فكل حته سمنه تروح داخله ما بين اتنين مولكيولز كده، وعلى يعني ما ايه مش واخده بالها، ما بتبقاش موجوده بس على الوش، بتبقى كده ايه نتيجه الحركه والميه اللي عماله تسخن فتطلع لفوق، وميه اللي فوق تبقى ساقعه شويه فتنزل لتحت، فما بنحسش بوجود السمنه على وش الميه. هل هي دابت؟ لا، هي حصل لها ديفيوجن، هي استخبت، هي انتشرت في الحله، ولما انتشرت احنا ما شفناهاش. هل هي مش موجوده؟ موجوده. طب هل لو سقعنا هنلاقيها؟ هتلاقيها. ما ايه اللي حصل؟ لا، ده بس هي بس حصل لها ديفيوجن. يعني ايه ديفيوجن؟ يعني انتشرت كده في قلب الحله. تعال نفهم اكتر. lighter particles diffuse faster than heavier one. الحاجات الخفيفه اكيد الحاجه اللي وزنها خفيف هتنتشر بشكل اسرع بكتير عن الحاجات اللي وزنها تقيل، دي مش محتاجه يعني حاجه. الجازس وزنها خفيف بسهوله قوي تنتشر، الحاجات اللي وزنها تقيل فما بتنتشرش بسهوله، ودي ممكن نصدقها. عارف فين يا صديقي؟ تعال اقول لك. عارف في العربيه ساعات بنجيب معطر كده بيبقى ليكويد، الليكويد ده بيبقى عمره اطول شويتين، ساعات بيبقى في معطر بيتباع عامل زي الشمعه كده بيبقى سوليد، ده بيقعد كتير قوي لما ممكن ترميه ممكن تزهقه. لكن الجاز اللي هي الفواحات دي انت بتفتحها النهارده تاني يوم او تالت يوم او اسبوع، ده انت يعني لو ايه تكون خلصت. ليه؟ لان دي جاز، فالجاز بسهوله جدا ينتشر ويطير. الليكويد ابطا شويه، ولو معاك حاجه سوليد جواها جاز فعشان ده يسيب ده بياخد وقت كتير جدا. The particles model of matter. ايه بقى الكلام ده؟ Model represent matter of being composed of very small particles that can't be seen with naked eye. انت لو جامد جدا كنت هتقول لي ايه ده يا مستر؟ هو بيرمي على المولكيول وبيرمي على الاتوم ولا ايه؟ اصل احنا شفنا كلمه ان احنا ما نقدرش نشوفها بعينينا المجرده دي قبل كده واحنا في اولى اعدادي. ايوه، كل ماتر بيتكون مجموعه من المولكيولز، والمولكيولز بتتكون مجموعه اصغر منها اللي بتكونها اللي اسمها الاتومز، والاتومز دي حاجه ما بنقدرش نشوفها بعينينا. خد بالك هو هنا بقى بيقول لك ايه؟ البارتكلز موديل اوف ماتر. الماتر بيكون ماتر بشكل عام. موديل ريبريزنت الماتر اوف being composed of very small particles that can't be seen with naked eye. طيب عندنا حاجتين، حاجه اسمها مونو اتوميك وحاجه اسمها بولي اتوميك. انا فاكر يا صديقي يا جميل لو انت كنت معايا السنه اللي فاتت فاحنا حافظين المونو بشكل كبير. طبعا السوليد دايما مونو، بس احنا عايزين نتكلم على الاكزامبل ده. هنا عندنا حاجه دايما ثابته، كلمه انا وانت حفظناها من واحنا صغيرين اسمها هناك زر. مين هناك زر؟ ما كنتش معاك يا مستر السنه اللي فاتت. اله يا صديقي هي الهيليوم، والنون هو النيون، والالف هي الارجون، والكاف هي الكريبتون، والزين هي الزينون، والره هي الرادون. اذا يا صديقي نقدر نعرف مين دول النوبل جازز. دايما بيكونوا مونو. يعني دايما بيكونوا مونو. فاكر احنا في سنه اولى اعدادي قلنا ان اي اليمنت عايز يكون الاوتر موست انرجي ليفل بتاعه مليان على اخره، عشان كده كان بيعمل لوز او بيعمل جين. فالنوبل جازز هم اسمهم نوبل جازز ليه؟ لان الاوتر موست انرجي ليفل بتاعهم كان مليان على اخره فما بيتفاعلوش. بما انهم ما بيتفاعلوش دايما بيمشوا لوحديهم. اتش اي، هيليوم، نيون، ارجون، كريبتون، والزينون، والرادون، وخلصنا منهم يا صديقي. بولي اتوميك، كلمه بولي يعني عديد. بولي كلمه يعني مقصود بيها في منه كتير. بولي اتوميك such as مين؟ الاو 3 اللي هو الاوزون. الاوزون ده O3، 3 اكسجين اتومز ماسكين في بعضهم. طيب البولي اتوميك molecule is formed by chemical bonding of 2 or more atoms. يبقى انا كده عندي مونو النوبل جازز، ولو في السوليدز هنتكلم عليهم بعدين. بولي اتوميك مولكيول كيميكال بوند 2 or more atoms. يبقى عندنا اكتر من 2 او اكتر، 2 او اكتر. المولكيول ده جروب اوف اتومز بوند توجذر. خلصنا من الكلام ده، وكلام حلو قوي. ايه ده يا مستر اللي انت عديتها بسرعه دي؟ يا ولا بيقول لك ان المولكيول بيتكون من اكتر من اتوم ماسكين بعض. بس هي الميه دي مش قلنا عليها مولكيول؟ طب ليه قلنا عليها مولكيول؟ عشان بتتكون من كذا اتوم. طب ماسكين في بعض ازاي؟ بيعملوا بوند. فاكر كلمه بوند؟ كنا بناخد حاجه السنه اللي فاتت اسمها ايونيك بوند وحاجه اسمها كوفالنت بوند. انا فاكر كويس جدا وغيري اكيد قال كده ان يا شباب خدوا بالكم من الكيمياء لان هي عامله زي النحو بتعيش معاك السنين كلها. مفيش حاجه اسمها دي كيمياء اولى اعدادي ودي كيمياء ثانيه اعدادي، دي حاجه بتفضل طول العمر. تعالى نشوف اللي بعده. بيقول لك why do scientists propose the theories؟ ليه بيعملوا theories؟ ليه كل scientist كده؟ Scientists always try to explain various natural phenomena by proposing assumption to understand how thing works. تعالى نفهم الكلام ده. فاكر سنه اولى اعدادي يا مستر؟ اقسم بالله ما فاكر، وانت في الرايحه والجايه عمال تقول لي فاكر، وانا مصدقك على فكره. احنا بناخد اجازه بسم الله ما شاء الله، بنرمي المنهج واحنا خارجين من اللجنه. معلش هفكرك. عندنا عالم اسمه مندليف
ايه ده، ما انت افتكرت اهو يا واد زي القمر، هم اللي عمال تصوت ليه؟ عندنا عالم اسمه مندليف، ده كان بتاع الكيمياء لو تفتكر، كان عندنا واحد اسمه رازرفورد، جدع برافو، دالتون، ما انت هايل اهو، انت شاطر. العلماء دول يا شباب مالهم؟ كل واحد قاعد يقول فاكر لما قلنا، يا لهوي على كلمه فاكر اللي انا عمال اقولها لك دي، ما شاء الله انا بحاول ما اقولهاش تاني. لما جينا قلنا ان في حاجه اسمها موزلي عمل جدول، وبعدين جه واحد اسمه بور قال لا الجدول ده مش حلو، وبعدين جه عملنا جدول تاني. ليه العلماء عمالين يعملوا كده؟ والله كل واحد بيحاول يفهم الحاجه بطريقته، فكله بيحاول لحد ما نلاقي حاجه هي الافضل. فالعلماء بيحاولوا يعملوا ثيوريز كتيره قوي. يعني ايه ثيوري؟ نظريات، انا من وجهه نظري الموضوع، وهكذا. فكل واحد بيحاول يعمل مين؟ النظريه بتاعته. when these assumptions succeed in explaining many phenomena، خد بالك they are established as scientific theory. هو كل واحد يحط الثيوري بتاعته، كل واحد من وجهة نظره. انا والله من وجهة نظري بقول ان ده حصل بسبب مش عارف ايه. باشا انت زي الفل، اثبت خلاص scientific theory. ما اثبتهاش، لا دي وجهة نظر بس لا ده مش من عندنا الكلام ده يا باشا، ده هناك بقى ان شاء الله. طب نعمل ايه؟ عايز تقول قول، عايز نصدق اثبت. هو ده العلماء يا شباب. يعني ايه؟ يجي واحد كده من العلماء يقول لك والله البرق والرعد ده بيحصلوا ليه؟ مش عارفين. وبعدين يقول لك يمكن حد بيصرخ فوق، يمكن مش عارف ايه، يمكن ايه، محدش فاهم. كل واحد قال حاجه، وبعدين يقول لك دي نار، الحقوا مش عارف ايه والكلام ده كله. وكان بقى في الحضارات بتاعت زمان دي يقعد يقول لك مش عارف مين بيحارب مين فوق، ولما رمى حاجه فجت في السماء فحته من السماء فرقعت والكلام ده كله. ومش عارف مين فوق بيصوت فصوته لما بيطلع بيعمل الصوت ده. سيريز. هل الكلام ده حقيقي؟ لا. حد ما العلماء يجوا يقولوا برضه بيقولوا كلام ساعات بيطلع غلط كتير، بس الفكره في ان انت تقعد كل مره عايز تقول ثيوري قول اثبتها، اثبتها، ايوه اصبحت ايه؟ ساينتفك ثيوري. خلاص دي نظريه علميه، ما بقتش هبدايه، لا بقت نظريه علميه. Our successful example is the particle theory of matter. يبقى عندنا هنا theory اسمها ايه؟ The particle theory of matter which has explained many behavior and properties of matter. ودي شرحت لنا حاجات كتير. ايه هي particle theory of matter؟ This theory is built on several scientific assumptions. على افتراضات كتيرة. في افتراضات كتيرة حصلت. ايه هي؟ Explain the behavior of matter. كل واحدة بتشرح الماتر ده عامل ازاي. رقم واحد invisible properties. يعني ايه invisible؟ حاجة ما تقدرش تشوفها. Matter consists of particles that are very small and invisible. خلاص احنا كده عارفين ان في نوع من انواع الماتر موجود بس هو invisible. Same inside. ايه بقى؟ different outside. في حاجات بص كلها من جوه زي بعض بس ممكن تختلف من بره. يعني ايه؟ particles of same substance بدل ما هم زي بعض same substance are identical and their types differ from one substance to another. يعني ايه الكلام ده كله؟ يعني والله يا باشا كل هي من جوه H2O، لكن من بره لا، دي ممكن تاخد شكل السوليد، ممكن تاخد شكل الليكويد، ممكن تاخد شكل الجاز. فسيم انسايد لكن من بره ممكن تبقى شكلها مختلف. بولينج فورس. في حاجه اسمها البولينج فورس. attraction force exists between particles and store potential energy. كل البارتكلز، فاكر يا صديقي كلمه potential energy؟ والله البوتنشال انرجي والكاينيتيك انرجي، لما كنا نقول كوره فوق نزلت تحت بقت خدت كاينيتيك طلعت لفوق بقت مش عارف ايه والكلام، وهي ثابته بوتنشال وهي نازله بوتنشال بتقل والكاينيتيك بتزيد. لما قعدنا نحكي في حاجه زي كده وانت في اولى اعدادي نسيت اديني فكرتك. بوتنشال هي الطاقه اللي موجوده جوه الحاجه وهي ساكنه كده وقاعده ثابته. المولكيولز يا شباب وهي ثابته ما حدش بيقرب لها، في فايبريشن بتحصل خفيفه دايما. يعني المولكيولز دايما ان كونتينيوس موشن، دايما المولكيولز بتتحرك حتى لو حركه بسيطه. الحركه البسيطه ديت معناها ان هي عندها كاينيتيك انرجي، ولو هي ما بتبقاش اكيد بتتحرك جامد جدا ففي حته بوتنشال في حته كاينيتيك. ففي حاجه اسمها ان المولكيولز وبعضها في ما بينهم فورس. تقول لي ايه ده في فورس ازاي يا مستر ما بين المولكيولز وبعضها؟ لا دي بقى لازم تفتكرها. ارجع بقى شويه من الفيديو شوف لما قلت لك كلمه سوليد وليكويد وجاز، قلنا ان السوليدز المولكيولز مالها لازقه في بعضها، يبقى في فورس ماسكه في بعضها. لو انتوا اتنين اصحاب مانكجين بعض كده فانتوا لازقين في بعض فانتوا سوليد ما حدش يعرف يعدي ما بينكم. لو بعدتوا شويه عن بعض بقيتوا ليكويد فالفورس قلت فممكن حد يعدي ما بينكم. لو سبتوا قدام بعض خالص ما فيش انكجه بقى واحنا ماشيين خالص دي كده بقت جاز، انت الشارع كله يعدي ما بينكم. فاذا ما بين المولكيولز وبعضها في فورس. طيب انتر بارتكلز سبيس، زي ار انتر بارتكلز سبيس اللي هي سميتها لك من شويه انا انتر مولكيولر سبيس، اللي ما بين كل مولكيول ومولكيول في مين؟ في سبيس. طيب عندنا حاجه اسمها كونتينيوس موشن. المولكيولز دايما في حاله حركه. تقول لي يا مستر ثواني ازاي في حاله حركه؟ يعني انا السرير بتاعي بيتحرك. خد بالك لما اقول لك حاجه اسمها حاله حركه شيء وتغيير مكان ده شيء تاني. لا مش فاهمه يا مستر. ان الحاجه تتحرك في مكانها ده عادي، لكن هي تغير مكانها دي جمله تانية. انا ما قلتلكش ان هي غيرت مكانها، بقول لك بتتحرك في مكان. تقول لي في حاجه اسمها كده؟ طبعا. هو انت لو في عربيه نقل كبيره معديه ولا ونش ضخم موجود في الشارع ومعدي
ما بتحسش ان الارض تحت رجلك اتهزت، ما بتحسش ان في حركه في الازاز لو عندكم ازاز. بلاش لو عندك ترابيزه سفره كبيره وحاطط كوبايه ميه على اخرها وجيت انت في اولها وخبطت كوبايه الميه اللي في اول الديسك دي، اول الترابيزه دي مش هتتحرك. بيحصل ولا ما بيحصلش؟ انت وانت قاعد على المكتب دلوقتي وعمال تهز برجليك، ده مش بيخلي المكتب كله يتهز. انت وانت قاعد على السرير لو اخوك جنبك هز السرير هزه خفيفه ما بتحسش السرير كله بيترج. كل حاجه ان كونتينيوس موشن، مش بقول لك اللي بتغير مكانها. انت جسمك ان كونتينيوس موشن حتى وانت واقف ثابت، حتى وانت واقف ثابت. هو القلب ده مش بيعمل بامبنج للبلاد اول اوفر ذا جسم؟ جسمك ده الدم مش عمال يتحرك في كل حته فيه، اذا في حاجات جوه بتتحرك بتتحركش بتتحرك. بس الفرق ما بين يا بابا الحركه ليها انواع. في فرق ان حاجه تتحرك في مكانها، حاجه تتحرك تزق اللي جنبها كده وترجع تاني، وان حاجه تتحرك بشكل كبير. هو الموضوع بيختلف ازاي ما بين السوليد وما بين الليكويد وما بين الجاز. السوليد يتحرك في مكانه، يعني ايه؟ البارتكلز اللي واقفه دي جنبها بارتكل جنبها بارتكل، عارف يعملوا ايه؟ يعملوا كده، يعملوا كده بس. لكن السوليد ما يروحش يخبط يتنقل من مكانه، لا. الليكويد على حسب بقى، يعني ايه؟ خدت شويه حراره تروح ايه الدنسيتي بتاعتها تقل تطلع لفوق، اللي فوق دي بقت ساقعه تنزل لتحت. طب خدت حراره قوي لا تطلع لفوق قوي تبقى بخار، وهكذا. طب جاز، الجاز يا باشا بسم الله ما شاء الله ان كونتينيوس موشن في كل حته. فاكر حدوته البالونه لما قلت لك قفلت عليها 3 4 مرات وبرده الجاز قدر يخرج؟ الجاز دايما ان كونتينيوس موشن بشكل ملاحظ جدا جدا جدا. طيب اكزامبل اوف بارتكل ثيوري. لو انت جبت ملح وحطيته في الميه، عايز اقول لك ان الملح والسكر يا صديقي بيدوبوا في الميه حتى من غير ما تقلب. التقليب بيزود السرعه بس، لكن كده كده هيدوب. والدليل على كلامي ان انت ممكن تجرب الكلام ده دلوقتي. هتروح تجيب، خد بالك كمان درجه حراره الميه بتفرق. يعني انت كوبايه الشاي دي بتحط فيها السكر بالراحه، السكر بيدوب اصلا وهو نازل. ممكن احكي لك ليه؟ ارجوك ركز معايا. الميه سخنه، يعني المولكيولز جوه عماله تتحرك اصلا. ما انا اتفقت معاك الحراره بتخلي المولكيولز تجري عماله تتحرك. طب السكر اللي نازل ده في ميه تروح معديه خبطه حته من السكر، المولكيولز بتاعت الميه اللي بعديها تروح مدياله كتف. طب ما حبايه السكر اللي نازله ميه عماله تخبطها من هنا وميه من هنا ومن هنا، هيحصل فيها ايه؟ تتفتفت. فهنا الحاجه السخنه بتخلي الحاجه تدوب اسرع. الملح والسكر كده كده بيدوبوا. عارف مين بيدوب اسهل؟ دي صعبه عليك. طيب the force of attraction between liquid water particles are relatively weak and distance between them are relatively large so they occupy the table salt particles. الميه في ما بين كل molecule والتانية spaces، فعشان كده بنحط الملح يقدر جري يخش ما بين السبيسز بتاع الانتر مولكيولر سبيس بتاعت الميه. الديفيوجن اوف سموك فروم كاندل ويك ان اير. لو انت معاك شمعه وطفتها فالدخان ده ايه اللي بيحصل؟ بينتشر جوه الجازز. الجاز مش ده هواء شفاف احنا مش شايفين حاجه، الهواء اللي حوالينا ده جازز كتير قوي بس احنا مش شايفينها ترانسبيرنت. الشمعه دي لما بتطفي بتطلع دخان لونه ابيض يخش كده جوه الهواء، بيحصل حاجه اسمها ديفيوجن. ليه ديفيوجن؟ لان هو هنا هاي كونسنتريشن وما يتحرك الهواء حوالينا لو كونسنتريشن اوف دخان، فالدخان يبتدي ايه؟ ينتشر جواه. According to the particle theory, matter is made of very small particles that are in constant motion, حركة ثابتة, and in gases, the weak attraction force allow particle to move randomly and free. ايه الكلام ده؟ بما ان ده غاز، الغاز اللي المولكيولز بعيده قوي عن بعضها، يعني مفيش فورس ما بين المولكيولز وبعضها، فلما يبقى عندك دخان خارج، الدخان ده بيقدر يخش ما بين الجازز دي بسهوله وينتشر، لان الفورس ما بين الجازز ضعيفه وحركه المولكيولز بتاعت الجازز كبيره، فعشان كده الدخان ده في ثانيه ما بتشوفوش. difficult of breaking a rock، لكن الطوبه والحجر صعب ان انت تكسره. ده يرجع لايه؟ according to the particle theory solid rock are made of very small particles that are tightly packed with very strong attractive force and very small spaces between them which make the rock difficult to break. يعني الكلام الجامد قوي ده. ليه الطوبه ما اعرفش نكسرها؟ تعال نحكيها بالبلدي. فاكر يا مستر اكتر كلمه قلتها في الحصه النهارده كلمه فاكر. ما هو انت لازم تفتكر صراحه، يعني ما بنقولش حاجه صعبه. انت وصاحبك واقفين جنب بعض ومنجشين بعض كده، في سبيس؟ لا. بما ان مفيش سبيس بينكم، في حد يعرف يعدي؟ لا. يبقى ازاي بقى؟ الحجر ده ما بيتكسرش ليه؟ لان المولكيولز المكونه ليه ماسكه في بعضها. لكن الليكويد بتعدي ايدك جوه الميه عادي. ليه؟ المولكيولز بعيده عن بعضها شويه. لكن الجاز خد بالك الميه برضو قويه، اوعى تستهين بيها. والناس بتلعب سباحه فاهمه دي، والناس ما بتلعبش سباحه وبتروح البسين مره ولا اتنين في حياتهم تنزل تاخد كربات ممكن تتخبط وتتعور وتلاقي جسمك احمر. ده معروف. الليكويد برضو ليه قوه يعني. الجاز ملوش. انت وانت ماشي ما بتجيش تقول والله الكربون دايوكسيد خبطني في كتفي. انت ماشي. الكربون دايوكسيد جازز ضعيفه لان الفورسز ضعيفه. الليكويد اقوى شويه، لكن السوليد قويه جدا 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 لان المولكيولز ماسكه
في بعضها. عرفنا الحته الجامده دي. شوف مين اللي بعده بيقول لي بقى ايه؟ interpretation of properties of state of matter using particles models. ايه بقى الحدوته الجامده دي؟ That is introduced as method to simplify and understand objects that are either too small or to observe directly. يعني ايه الكلام ده؟ modeling is introduced as a method. دي طريقه بسيطه نقدر بيها نفهم الاوبجكت، يا اما هم صغيرين جدا فمش قادرين نشوفهم، او هم كبار جدا too large to observe directly، وهم كبار جدا انت تقدر تشوفهم مباشره. ازاي يعني؟ قال لك بص، الجاز والليكويد والسوليد the strength of the attraction force between particles. على فكره الحته اللي جايه دي انا اوريدي شرحتها لك فما تخافش ما تتخضش، انا عارفك بتتخض. طالب تاني اعدادي ده اللي لسه داخل يعتبر يعني طالع من اولى اعدادي ساعات بيحسبها بالشبر، فيجي يقول لك يا نهار اسود الصفحه دي. هنا السبب البارتكلز behavior. The force of attraction between particles are very strong. ده في حاله مين؟ السوليد المولكيولز مالها البارتكلز لازقه ببعضها عشان الفورس very strong. The interparticle space are very small. مفيش سبيس. ما بص يا حبيبي، ما هو لما ما يكون مفيش سبيس هنكون ماسكين في بعض كويس يبقى الفورس كبيره. They vibrate in their fixed position without moving. فاكر لما وقفت كده من شويه وقلت لك هي تتحرك بس فين؟ في مكانها. تمام. طيب الافكت observed property they are tightly bound together. بيبقوا ماسكين كويس جدا في بعض. and non-flowable. خد بالك مش flow. have fixed volume and incompressible. يعني ما بتتضغطش وكمان شكلها ثابت. diffusion through solid matter is very slow. اوكي. الليكويد لو انت ركزت كل الشرح الموضوع سهل جدا. الليكويد السبب الاساسي هنا البارتكلز بتبقى بعيده شويه عن بعضها فالفورس بتبقى اقل شويه. السبيس بتبقى متوسطه، يعني احنا اقل من السوليد في السبيس واقل من السوليد في الفورس. تمام. بارتكلز موف فريلي. كونتينر تقدر تمشي الميه برضو براحتها، تقدر تغير من مكانها، لما بتسخن شويه بتطلع لفوق، لما بتسقع بتنزل لتحت، ويقدر تتحرك بسهوله. خد بالك الميه كمان نقدر نشوف ايه. ذا ليكويد ماتر doesn't have fixed shape. زي ما اتفقنا ملهاش شكل ثابت، بتاخد شكل الكونتينر اللي هي بتبقى فيه. الجزء ده على فكره انا بلم لك كل اللي اتشرح. تمام. have fixed volume and incompressible. برضو بتتضغطش. diffusion لا بتقدر ايه؟ متوسطه. الميه من الاخر تقدر تحطها دايما في المودريت في كل حاجه. الفورس نص نص، السبيس نص نص، مش عارف ايه نص نص، لكن السوليد قوي جدا، السبيس قليله جدا. الجاز بقى بسم الله ما شاء الله حدث ولا حرج، السبيس كبيره جدا فالفورس تكون قليله قوي. هنا الجاز substance has no fixed shape. ملوش شكل خالص ثابت. and is able to flow and takes the shape of the container. طبعا بياخد شكل اي حاجه في اي حاجه، ما عندوش فورس يا بيه. تمام. gases doesn't have fixed volume, can be compressed easily and takes the shape of the container. gases diffuse quickly. طيب احنا كده لمينا، خد بالك احنا كل ده لمينا اللي قلناه. ناقص لي كلمه وهنا مهمه قوي. عندنا حته حلوه قوي اسمها Brownian motion. ايه بقى Brownian motion؟ it is a random movement of large particle like dust or pollens. البولين ده بولين جرين، الورده بتروح مطلعه حاجات كده لونها ابيض اسمها بولين جرين، كنا قلناها السنه اللي فاتت اسمها بولين جرين. تمام. suspended in fluid liquid او gases discovered by scientist Brown. عشان كده اتقالت على اسمه. يعني ايه بقى الحدوته ديت؟ الراجل ده قال حاجه غريبه قوي. قال لك بص، يجي البولين جرين ده ينتشر يطلع 100,000 بولين جرين، تلاقيها انتشرت بشكل غريب قوي تقعد تمشي كده في الهواء وتتشال وتنزل وتطلع وهكذا. مش بس كده، الدست التراب ده لما يجي الهواء تلاقيه انتشر وبقى موجود كده بشكل غريب برضه في الجو. الراجل ده اكتشف الموفمنت ديت ان بتحصل مش بشكل عشوائي كده، لا ان فيها ليها نظام، والراجل ده لانه اكتشفها فاتسمت باسمه. How is it caused? It happened because these large particles are hit by smaller fast moving particle of the fluid liquid او gas from different direction. طب هي ليه بتتحرك؟ التراب ده ليه اتحرك؟ لان في مولكيولز حواليه راحت خبطاه. فما خد بالك التراب ده مش هو اللي بيتحرك، هو حاجه بتحركه، هو ثابت، ده سوليد قاعد تحت. تيجي حاجه تروح شويه هواء يروحوا محركينه، شويه ميه يروحوا محركينه. يعني ساعات كده لما نيجي عايزين مثلا نمسح مكان مطرب نرش شويه ميه في الاول، فالميه تاخد التراب كده ايه ونعرف نجمعه، لان انت الهواء بسم الله ما شاء الله تلاقي التراب حواليك عمال يتحرك. فهنا التراب ده يعني مفعول به. ايه مفعول به؟ هو الهواء يجي يروح محرك التراب، الميه تيجي تروح محركه التراب. وات از ذا بلازما؟ ايه بقى البلازما؟ في زرار في التكييف اسمه بلازما في بعض التكييفات، وساعات برضو واحنا بنشتري تكييف يقول لك ده فيه بلازما. مش فاهمين حاجه يعني ايه بلازما. وطبعا المعلومات العامه في حاجه اسمها بلازما في الدم، ودي ماشي، بس يعني مش انا بتكلم دلوقتي على حاجه زي بتاعه التكييف. ايه البلازما دي؟ قال لك بص،
بلازما is introduced as fourth state. يا نهار اسود، انت مش من اول الحصه عمال تقول سوليد ليكويد وجاز واقف انت وصاحبك وكده وبقينا اقوياء وبعدتوا شويه ايه ده؟ قال لك بص، البلازما دي تعتبر كانها الفورث ستيت. يبقى كده عندي سوليد ليكويد جاز بلازما. formed when gases ionize into positive charged ions and freely negative charged electrons. لما الغاز ده يحصل له حاجه اسمها التأين. يعني مش احنا فاكر ان الغاز ده، ما هو الغاز ده ممكن يعمل عمليه لوز، يعني يحصل له كده بقى بوزيتيف، يعمل عمليه جين فيبقى نيجاتيف. فهنا الموضوع بيحصل له التشارج، الجاز ده اصبح ايونايزد، اصبح بالشكل ده، بقى بوزيتيف وفي نيجاتيف والكلام ده كله. فهنا نيجاتيف تشارج البلازما ده الفورث ستيت اوف ماتر in which gases are mixture of positive charged ions and negative charged free ions. البلازما هي الحاله الرابعه من الماتر اللي بيكون فيها الجاز هو مجموعه من positive charged ions، positive charged ion وشويه فري الكترونز، فري نيجاتيف اين. يبقى انا معايا بوزيتيف اين ومعايا نيجاتيف اين. تاني كده فورث ستيت اوف ماتر، دي الحاله الرابعه من الماتر which the gases are mixture of positively charged ion and negatively charged free ions. يبقى بلاقي الجاز بدل ما كان الجاز ده ما فيهوش اي حاجه، الكلورين ماشي، الاكسجين ماشي، الموضوع فجاه يحصل له عمليه ايونايز، يتحول لجزء بوزيتيف اين وحاجه اسمها جزء ماله نيجاتيف اين. ازاي الكلام ده؟ most matter in outer space، في الفراغ الخارجي is in plasma state. الفراغ الخارجي غالبا بيكون دايما في حاله بلازما state as cosmic nebula stars والsun. الصن كده نوع من انواع الستار، يعني واحده منهم بس حجمها مودريت كده. on earth plasma can be observed in natural phenomena زي اللايتنينج. فاكر البرق اللي قلت لك عليه من شويه؟ البرق ده يا صديقي دي شحنه كهربائيه فبتعمل عمليه ايونايز للاير بارتكلز، فبيحصل الشراره اللي انت شفتها. واورورا دي بتبان عند التو بولز، يجوا يبصوا كده في السماء يلاقوا علامات كده والوان غريبه. ده ايه ده؟ ده الهواء حصل له عمليه ايونايز فاصبح في حاله اسمها البلازما. تكنولوجيكال ابلكيشن، هل الكلام ده موجود عندنا؟ زي ما قلت لك في التكييفات. بلازما in air conditioning system proposed to purify indoor air and improve air quality. خد بالك عشان ننظف الهواء ونخلي الجو فيه purify كده يبقى نقي. فهنا البلازما air conditioner دي موجوده، ايه هدفها؟ ان هي تنظف الهواء والجو. how it work cause gases are passed through a high electric field inside the system. جواها في high electric field فالغاز يخش. These cause gases to become ionized، بيبقى positive و negative ion resulting in charged ion break down harmful pollutant kill germ and viruses. يعني ايه الكلام ده؟ احنا بيبقى عندنا جزء كده اللي بيدخل منه الهواء، الجزء ده بيبقى فيه مجال كهربي جامد قوي فيخلي الهواء فجأة يتحول ل ionized positive و negative. لما الهواء يحصل له ionization positive و negative فجأة يحصل ايه بعديها يا فندم؟ لو في مايكروبس، لو في فيروس، لو في حاجة متفاعلة مع الهواء دي بتطلع لبره، فيبقى انت نقيت الهواء من الجاز والفيروسز. انا عارف ان انت وانت قاعد تبص وطالع من اجازه فحاسس يا نهار ابيض ده احنا خدنا حوالي 13 او 12 صفحه، ده ايه الهم ده؟ لا بص، هو المنهج كبير بس انت لما تيجي تقسم هتلاقي الموضوع ما يخضش. يعني انت الدرس 3/4 ان لم يكن اكتر من كده كلام بسيط وقديم. يا مستر بقى ما تقولش، تيجي نراجع. تعال نراجع في اقل من 5 دقائق. 5 دقائق ده كتير جدا على فكره. اول حاجه احنا اتكلمنا على الماتر ليه 3 ستيت، يا اما سوليد يا اما ليكويد يا اما جاز. عرفنا والله ان في حاجه اسمها ديفيوزابيلتي، فاكر الكلمه ديت؟ عرفنا كمان الديفيوزابيلتي بتاعت فتله كوبايه الشاي اللي هي تقعد تتحرك والكلام ده كله. عرفنا كمان حاجه اسمها بريشرابيلتي، ان الحاجه تقبل ان هي، او كومبريسابيلتي ان هي تقبل الضغط. وعرفنا السوليد وليكويد وجاز مين بيقبل ايه ومين بيقبل ايه. وعرفنا كمان في الديفيوجن مين بيتحرك بسهوله مين ما بيتحركش بسهوله مش عارف ايه. وعرفنا ان السوليد المولكيولز لازقه في بعضها وبما لازقه في بعضها فهي قويه جدا، والليكويد بتبقى نص نص فبتبقى مش ضعيفه قوي ومش قويه قوي، والجاز بتبقى بعيده قوي عن بعضها فبتبقى ضعيفه جدا. تخيل ان الكلام ده خد مننا حوالي 10 صفحات عشان نقول البق ده. الموضوع بس اصبح متفصص شويه، لكن كمان ده علميا تبص لها من فوق هتلاقي الموضوع حلو مش ضخم، انت بس خدت الحته بشكل كبير، ودي حاجه حلوه لعقلك. كنا زمان بناخد مليون عنوان، دلوقتي لا، بقى بياخد العنوان ويفهمه لك، ودي حاجه كويسه انك تبقى فاهم العنوان كله على بعضه. ودي ابسط هديه اقدر اقدمها لك دلوقتي قبل الدراسه ما تبدا وقبل ما تدرس الدرس ده في المدرسه. فانا جيت اقوله لك تقعد تسمعه مره واثنين وثلاثه وتنورني، وحبيت بس اقول لك ان يعني بستاذنك يكون كل الاعتماد على مستر مينا عماد. اشوفك دايما على خير، سلام.